يتجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن نحو تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، وذلك بعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس عاصمة مصر. وسيتم توجيه الشكر للمدير الفني الحالي تامر مصطفى عقب مواجهة إنبي المقرر لها غدا الخميس. وأكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الاتجاه السائد حاليا هو التعاقد مع مدرب أجنبي للمرحلة القادمة. وجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي سيواجه نظيره إنبي في تمام الساعة 5 عصر غدا الخميس على استاد السلام في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر.